بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم، كيف حالك صديقي العزيز؟ كل سنه وانت طيب، عواشركم مباركه بمناسبه شهر رمضان، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير ان شاء الله باذن الله. طبعا انت عارف ان احنا هنا بنتابع اخبار تونس وبنتابع كل المستجدات، وعشان تعرف اخبار تونس وتعرف المستجدات فانت محتاج تروح تشوف الجماعه بتاع ونون بيقولوا ايه، لان هم حرفيا عندهم اخبار كل حاجه بتحصل في الاتحاد التونسي. الاتحاد التونسي الله اكبر، تحس كده ان هو فاتح بير سلم كده للجماعه بتاع ونون. اي حاجه بتحصل في الاتحاد التونسي او بتتقال بتلاقيها مع الجماعه بتاع ونون عادي جدا، عن مستريح. فبيقول لك في مصادر داخل الاتحاد التونسي او داخل الجامعه التونسيه طلعت لمنصه ونون وقالت لهم على فكره صبر اللموشي طلب 3 لعيبه بالاسم. ايه 3 لعيبه بالاسم؟ صبر اللموشي طلبهم من المدير الرياضي كابتن زياد الجزيري علشان خاطر يخلصهم. وطبعا هنا 3 لعيبه ينشطون في اوروبا من مزدوجين الجنسيه. ابن حنفي، وهتقول له يوسف الشرميتي. انا عايز انزل لك حاجه ساعه بس احنا في رمضان. ابن عارف، انا كنت سامع ان قصه يوسف الشرميتي ده لا مؤاخذه مقفوله ضبه ومفتاح. ما فيش حاجه في الكوره اسمها مقفوله ضبه ومفتاح. كل حاجه في الكوره بتتغير، الكوره كلها متغيرات. فاللاعب اللي ممكن النهارده يقول لك انا مش جاهز امثلك، انا مش جاهز اكون معاك، بكره الصبح ممكن يقول لك على فكره انا تونسي ابن تونسي، ولا مؤاخذه يعني لا مؤاخذه انا بحب تونس، ولا مؤاخذه انا مولود في تونس العاصمه. هو نفس اللاعب، هو عادي جدا. هي الكوره كلها كده وعلمتنا كده. الاسم الاول هو يوسف الشرميتي، مهاجم جلاسكو رينجرز، والذي ينظر اليه كحل مباشر لازمه راس الحربه اللي عانى منها المنتخب في الفتره الماضيه. رغم ان الشرميتي سبق له رفض تمثيل منتخب تونس في اكثر من مناسبه، بس المحاولات لسه ما توقفتش في ظل قراءه الاطار الفني بانه يمتلك مواصفات المهاجم العصري، حيث يملك قوه بدنيه، تمركز جيد داخل منطقه الجزاء، وقدرة على الحسم تحت الضغط. ومصادر مقربة تأكد أن الاتصالات متواصلة لإقناعه بإعادة النظر في موقفه. بجد؟ يعني لسه في كلام معاه؟ ده أنت ناقص كمان يا ابن حنفي تقول لي إن في كلام مع هيثم حسن. أنت قريت التقرير ده من وراه ولا؟ أصل الاسم التاني برضه هو هيثم حسن. ابن حنفي معلش، يعني هو الراجل ده بيهزر؟ لا هو مش بيهزر، بس هو عارف إن ناقص منتخب تونس كويس، عارف إن منتخب تونس محتاج سترايكر. فسترايكر هو شايف ان الشرميتي، شايف ان يوسف الشرميتي هو الخيار الاول ليه. والناحيه اليمين هو عارف ان منتخب تونس بيعاني من عدم وجود جناح يمين، فهو شايف ان هيثم هو الاسم الاول ليه في ناحيه اليمين. بيقول لك الاسم الثاني اللي يحظى باهتمام كبير هو هيثم حسن، لاعب ريال ايفيدو، والذي يتميز بمرونته التكتيكيه وقدرته على اللعب كجناح او خلف المهاجم. اللموشي يرى في حسن عنصر قادر على منح الخط الامامي حلول اضافيه بفضل سرعته ومهاراته في المواجهات الفرديه، اضافه الى خبراته في اجواء الكره الاسبانيه التي تعتمد على النسق السريع والتحركات الذكيه. هفضل اقول لك ان هيثم حسن يستحق ان انت تتكلم عليه فتره زي ما اتكلمت فتره على لاعب زي اسماعيل الغربي، ان هيثم يقدر يدي الاضافه دي. طب واللاعب الثالث؟ طبعا راني خضيره، يعني راني خضيره اللي بنسبه كبيره هيكون موجود في معسكر مارس. الاسم الثالث هو راني خضيره، متوسط ميدان يونيون برلين، اللي يعد خيار مهم لاضافه التوازن لنص ملعب منتخب تونس. يعني الاسم الثالث هو راني خضيره اللي بيملك خبره كبيره في الدوري الالماني، وبيتميز بقدره على الربط بين الخطوط والقيام بادوار دفاعيه وهجوميه في ان واحد، وهو ما قد يمنح المنتخب صلابه اضافيه في المباريات الكبرى التي تحسم تفاصيلها في معركه وسط الميدان. 3 لعيبه هم مهمين، 3 لعيبه في كل خط مهمين جدا. هم للامانه يعني واحد في خط واثنين في خط، يعني الاثنين اللي في خط يوسف الشرميتي كفيرويد وجناح يمين زي هيثم، ولاعب نص ملعب زي راني خضيره. ثاني وثالث ورابع، الاسماء دي تقدر تعمل فرق مع منتخب تونس، لان منتخب تونس حاليا يحتاج الجوده. ابن حنفي، طب واللعيبه دي ما كانت رافضه؟ يا عم الكره اتغيرت، والكره بقت مصالح. سيبك من موضوع الانتماء والعشق الزياده، الكره اتغيرت. سيبك من جو اللاعب اللي بيقول لك ان انا بمثل المنتخب ده عشان انا بعشق المنتخب. دلوقتي القصه اتغيرت، انت داخل في ملف مزدوجين الجنسيه، ملف مزدوجين الجنسيه كله حوارات. نفس اللاعب اللي كان رافض التواجد معاك هيطلع يقول لك ان انا كان نفسي اكون موجود في المنتخب ده بقالي سنين. ولازم انك تتقبل ان الموضوع مصلحه اللاعب انه يظهر معاك في كاس العالم، وانت مصلحتك انك تاخد استفاده قصوى من اللاعب. تحركات الاطار الفني تعكس رغبه واضحه في معالجه النقائص التي ظهرت مؤخرا، خاصه من حيث الفعاليه الهجوميه وصناعه اللعب. مع اقتراب المواعيد الرسميه تبدو المرحله الحاليه حاسمه في تحديد ملامح المنتخب اللي سيخوض غمار التحديات المقبله. ويبقى نجاح هذه المساعي رهين قدره الجامعه على اقناع الاسماء المطلوبه بحمل قميص المنتخب في ظل منافسه منتخبات اخرى ورهانات رياضيه متعدده.
لكن الاكيد ان اللموشي يحدد اولوياته بوضوح، والكره الان في يد صناع القرار. انا وصبري اللموشي واضح وصريح، انا عايز لعيبه مزدوجين جنسيه، وفي نفس الوقت ما عنديش مشكله في موضوع ان انت تقول لي اعمل منتخب بيتميز بين الشباب والخبرات. انا مش جاي اقول لك هعمل لك منتخب شاب 100%، انا جاي اقول لك ان انا اعمل لك منتخب كويس مزيج من الشباب والخبرات. مزيج من الشباب عايز لعيبه زي يوسف الشرميتي وهيثم حسن، لعيبه شباب سنهم صغير، وفي نفس الوقت عادي ان انا اجيب لعيب ثلاثيني زي راني قدير. تمام، اشتريت، تقدر تقول ان تمام اشتريت. اهم حاجه نشوف الشكل النهائي والتركيبه النهائيه بالنسبه لفريق صبر اللموشي، ده اللي تقدر تقوله. اهم حاجه ان احنا نشوف الشكل بالنسبه لصبر اللموشي، ونشوف صبر اللموشي هيقدر يبني فعلا هويه فنيه وتكتيكيه جيده لمنتخب تونس، ولا الكلام هيبقى على ايه. هنشوف صبر اللموشي هيكون عنده قدره في اثبات ان هو مدرب يقدر يفرق مع منتخب تونس، ويقدر ان هو يشيل منتخب تونس في المرحله الحرجه اللي فيها الكره التونسيه حاليا. بتتكلم على الدوري بيتراجع، بتتكلم على الانديه التونسيه ما حدش بقى بيمثل تونس غير الترجي في البطولات الافريقيه، بتتكلم على منتخب تونس بيتراجع بشكل مرعب في التصنيف الدولي. فانت بتتكلم على دي فتره حرجه، بتتكلم على دي فتره بناء، فتره محتاجه مهندس بناء شاطر. ان انا في مهندس بناء شاطر، انا لا مؤاخذه بسمع ان ارتيتا بيبني مشروع في ارسنال بقاله سنين، انا عارفه، احنا عارفين، احنا موضوع المقاول بتاع المونه ده عارفين. بس الامانه ارتيتا عاد ارسنال من فريق كان حلمه يرجع دوري ابطال اوروبا لفريق حلمه ياخد دوري الابطال وياخد دوري انجليزي. فالقصه دلوقتي اختلفت. ارتيتا اختلفت ما اختلفتش معاه، مهندس شاطر عرف يبني فريق كويس وعرف يعمل فريق رائع، فريق يبقى منافس كبير ومنافس موجود. فانت دلوقتي بتتكلم على منتخب تونس، هو محتاج مهندس شاطر، محتاج مهندس يعرف يعمل اعاده اعمار. بس منتخب تونس محتاج حد يعرف يعمل اعاده اعمار واعاده بناء. يعني منتخب تونس محتاج بناء من اول وجديد. منتخب تونس محتاج يغير كتير. منتخب تونس محتاج يغير هويه فنيه، محتاج يغير هويه تكتيكيه، محتاج يغير دماغ لعيبه. فانت محتاج تغير حاجات كتير. فصبر اللموشي المهمه صعبه. فهل الاتحاد التونسي هيساعده وهيمشي معاه باللي هو عايزه وهيجيب له اللعيبه اللي هو عايزها، ولا هتخش في حته ان انا لا ما ينفعش اروح اتكلم مع لعيبه رفضتني مره واثنين ويمكن توافق في الثالثه؟ رغم ان للاسف هو ده ملعب مزدوجين الجنسيه، مش دايما هتلاقي اللاعب بيوافق في اول مره، ومش دايما كل اللعيبه اللي بتوافق في الاول بتيجي، ومش دايما كل اللعيبه اللي بترفض في الاول بتيجي. خلينا نشوف النهايه هتكون عامله ازاي. هتقولي هيثم حسن اقرب لمصر ولا تونس؟ في الوضع اللي احنا فيه ده بالتاريخ بتاع النهارده اقرب لتونس، مش اقرب لمصر. فهيثم لا، هو قريب لتونس، بس تونس تنجز فيه. خلينا نشوف الكلام على ايه، وخلينا نشوف المستقبل فيه ايه بالنسبه للمنتخب التونسي. ان شاء الله باذن الله بالتوفيق لزاري الجزيري وبالتوفيق لصبر اللموشي، ويقدروا يعملوا فريق الاحلام اللي بيستناه الجمهور التونسي. لو عجبك الفيديو ممكن تشترك في القناه، ما عجبكش كل سنه وانت طيب.